ابدا انا عايزه اشكر كل الناس اللي فاجئوني بردود افعالهم. الناس تبقى مهتمه تشوف الفيديو حتى لو كان فيه غلطات، حتى لو كان المونتاج مش احسن حاجه. شكرا لكم قوي وفرحتوني قوي 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 من كل قلبي. حمستوني ان انا ابدا على طول. انا الحمد لله بقيت احسن. شكرا للناس اللي سالت. انا اتفاجئت 150 سبسكرايبر او 200 سبسكرايبر في اول فيديو ينزل على الشانل. دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي بجد. انا ممتنه لكم كل قلبي. انا حبيت اعرفكم اكتر على نفسي، وبعد كده هنعمل الرياكت اللي انتوا عايزينه وكل حاجه، ما تقلقوش انا جايه قوي. خليني اوريكم جانب تاني مني كده، الحاجه اللي غيرت لي حياتي. اللي مش عارفني، انا بغني في كورال روح الشرق بقالي ممكن 4 سنين كده. من قبل ما اقرر ان انا اعمل كونتنت على يوتيوب، انا بعتبر الكورال ده بيتي التاني ومصدر انجازات انا عمري ما كنت هعرف احققها الا وانا في المكان ده. احنا كلنا اتجمعنا في حاجه واحده بس، ان احنا عندنا حلم. احنا عارفين ان احنا هنوصل له، بس ازاي محدش عارف. كلنا كنا مفضيين وقتنا بس عشان البروفات والمذاكره والشغل. احنا لو كان في فرد واحد فينا ما كانش عنده الهدف ده وما كانش بيشاركنا الهدف ده، انا باكد لكم احنا ما كناش هنوصل. الشغف اللي عند المايسترو بتاعنا محمود محسن قدر ان هو يخلينا عيله. الموضوع بالنسبه لي اكبر بكتير من ان هو يضحكي. انا عايزه اشكر محمود محسن عشان هو السبب ان يبقى في المكان ده. انا زمان كنت مستحيل اغني في كورال. انا من وانا صغيره وانا بالنسبه لي انا هبقى مطربه نقطه. كل واحد بيبقى عارف قدراته، وانا كنت عندي حلم حتى لو انا قدراتي قد كده، بس انا حلمي هيخليني اخليها قد كده. لحد ما في يوم عرفت عن كورال روح الشرق وقلت هجرب على الاقل اتبسط. فلما رحت حسيت باحساس غريب قوي. انا اول مره احس ان الكورال هو المطرب، وفهمت بعد كده ان ده كان هدف محمود محسن. انت هتيجي تحضر حفله للكورال، تسمع مخصوص وهتعمل فولو مخصوص للناس دي. الحمد لله الحمد لله احنا بقينا اشهر كورال في الوطن العربي، وجمهورنا بره مصر كبير جدا. فبقى بالنسبه لي رقم 1 في حياتي هو كورال روح الشرق. المكان ده اداني كتير قوي وعرفني كتير قوي. انا لو ما كنتش في المكان ده، مهما كنت حاولت لوحدي، انا ما كنتش هقدر احقق الانجازات دي. انا ما كنتش هقدر ابقى في يوم من الايام انا رايحه حفله ويبقى مثلا قبلي انغام خلصت واحنا طلعنا غنينا، كان نزلنا طلعت نانسي عجرم. احنا ده حصل معانا، انا ده حصل معايا. انا لو فضلت عمري كله اشكر المكان ده بكل فرد، بالمايسترو اللي هو اساس كل ده، انا مش هكفي. انا اول مره في حياتي اقول الكلام ده، واول مره في حياتي بطلع ده من جوايا. احنا فعلا حلوين من جوه ومن بره، مش بس في الفيديو. احنا بنحب ده واحنا بنعمله. انا مش هطول عليكم اكتر من كده. انا بحبكم قوي، واللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده هيفكركم بذكريات حلوه قوي وايام احنا عشناها مع بعض، وحاجات ما كناش متخيلين هي ممكن تحصل لينا في يوم من الايام، ولحظات حلوه وبروفات حلوه وفيها تعب وفرحه وكل حاجه. كمان حبيت اوريكم اللي بيتفرج عليا او بيشوفنا حلمي عامل ازاي.
الفكره جات لنا ازاي بقى؟ انا قررت اسس فرقه كورال، حابب ينضم. العدد في اول يوم زهق. متقلقوش، احنا هنعمل رياكت لان انا اتحمست قوي والناس مستنياني اعمل رياكت. انا كنت خايفه قوي بصراحه وكنت مرعوبه. انا يعني ما يمكن دمي يطلع تقيل، مش عارفه يعني، بس لو دمي طلع تقيل هتبقى مصيبه. يعني الناس بقى بدل ما انا بعمل عليهم رياكت هم اللي هيعملوا عليا رياكت. بس تمام يعني. لا مش تمام، انا بتقمص. خلوا بالكم ان شاء الله. استنوا كل اسبوع هيبقى في فيديو يوم الجمعة. كل يوم بنزل ريلز وستوريز وحاجات. اعملوا لي سبسكرايب لايك وشير بقى وكومنت. عارفين انا كان نفسي قوي اقول الكلام ده من زمان قوي بجد. هحب ان انتوا تقولوا لي رايكم او فكركم. يمكن يبقى عندكم حاجة انا لما اعملها احسن من نفسي واحسن من الجودة اللي بتوصل لكم عشان تتبسطوا اكتر وتبقوا متحمسين اكتر. بحبكم قوي، ان شاء الله تتبسطوا معايا. استنوني في الحلقات الجايه، وان شاء الله الجمعه الجايه هتبقى اول حلقه هعمل فيها رياكت. وبس كده.